ركز معايا المره دي ستوري تايم. طيب ايه اللي حصل؟ مريضه لطيفه كده جات لي بتقول لي يا دكتور انا عملت اللور 7 ده حشو عصب كذا مره قبل كده، وكل مره بيطلع تحتيه خراج، وقالت لي بالنص كده اللور 7 ده. وكلمه لور 7 دي يعني ما حدش يعرفها، او الترقيم ده او المصطلح ده ما حدش يعرفه غير دكاتره اسنان او اللي شغالين في الفيلد. فهي واضح انها لفت كتير وراحت كتير واشتغلت كتير لدرجه انها بقت عارفه الكلام او المصطلحات بتاعتنا. طيب في العادي لما ضرس زي كده بناخد اكس راي بنلاقي مشاكل فبنعيد الحشو. المره دي بقى لما خدنا اكس راي لقينا حشو عصب بيرفكت ما فيهوش غلطه، مظبوط زي ما الكتاب بيقول. طيب فين المشكله؟ ايه اللي خلى الضرس ده يحصل فيه خراج تاني وتالت ورابع؟ فما كانش قدامي غير ان انا اشيل الحشو القديم وادخل وابص. فمع شيل الحشو القديم وبدات اشيل الحشو العصب القديم واحده واحده كده لقينا بيرفوريشن. يعني ايه بيرفوريشن؟ يعني ببساطه كده الجدر مخروم، والخرم اللي بيبقى موجود في الجدر ده لو ما تقفلش بشكل مظبوط دايما هيتنيه يعمل لنا مشاكل ويعمل لنا خراريج ويعمل لنا الم متكرر. طبعا شلنا الحشو القديم وقفلنا البرفوريشن ده بشكل مظبوط، بس الفكره ان البرفوريشن ده كان صغير جدا ما نقدرش نشوفه غير بتكبير محترم زي الميكروسكوب، وغير كده ما كنتش هقدر اكتشفه. الحمد لله خلصناها وقفلنا كويس، وهي لغايه دلوقتي الضرس ده زي الفل معاها الحمد لله. وهنا يظهر اهميه الماجنيفيكيشن واهميه الميكروسكوب في طب الاسنان الحديث دلوقتي، وده اللي دايما انا بقوله. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ناس طب الاسنان. لو عندك اي اسئله، لو عندك اي حاجه عايز نتكلم فيها، سيبها لي في الكومنتس وباذن الله نجاوب عليها. سلام.